نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. مقالة اليوم بقلمي، كلام واضح وصريح، والتعليق لابد يكون بحيادية. النادي الأهلي محتاج لزاوية ضبط واتزان زي العربيات. أولا المدير الفني مستر مارسيل كولر راجل زي الفل ومدرب على أعلى مستوى من الفكر، ولكن حظه السيء إنه مع ناس نفسها ضعيفة لا تتحمل المسؤولية ولا أخطاء لا تغتفر. واحد، تضييع الأهداف بالنسبة للعيبة بقى شيء زايد عن حده. اتنين، لابد من شراء 2 مهاجمين على أعلى درجة في التسديد وإتقان اللعب داخل الصندوق وبدون خوف أو تراجع، ويعرفون متى يهدفون داخل المرمى بدقة وتمكن. 3، اللاعبين بالكامل تمارين مستمرة على سرعة اللعب ونقل الكرة مع سرعة الانتشار بالملعب، مع عدم الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة وعدم الانتظار في مكان واحد لفترة طويلة لتفادي الإصابات والهجوم عليه وأخذ الكرة منهم. 4، وده طلب الجماهير، النادي الأهلي سواء في التعليقات على المباريات والخوض بدون علم في أخطاء وتحميلها للمدربين، ونحن نعلم أن الأخطاء في اللعيبة، والدليل على ذلك وصولهم مرات عديدة لمرمى الخصم، وهذا إن دل على شيء يدل فهو أن المدرب محترم وعلى حق والخطة سليمة، ولكن العيب في اللعيبة المستهترة باللاعب الخصم. 5، الطلب الأخير هو دعم المدرب أولا، ثم دفع اللاعبين بالتحفيز والتعويض والتقدم إلى الأمام لننال النصر والمكسب حتى نصل لغايتنا المنشودة والوصول إلى النهاية للقمة لنعلو دائما ونرقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمت بحمد الله تعالى. العمدة الشاعر سيد الأشول أبو بلال. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلني للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تحرمنا قول كلمة الحق ما دمنا أحيانا على وجه الأرض يا رب العالمين. نعمل كده.